أعلن النبي صلى الله عليه وسلم للناس أنه سيحج إلى البيت الحرام، فأقبلت الوفود من كل مكان إليه، أقبل الناس من بواديهم، وأقبل العرب والعجم والكبار والصغار والأحرار والمماليك، أقبلوا لينالوا شرف الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يختتم حياته كلها، يختتم 23 سنة عاشها عليه الصلاة والسلام ما بين أمن وما بين حرب، ما بين جوع وما بين شبع، ما بين انتصار على قريش وما بين أن يدال لهم على المسلمين تارة أخرى. يختتم النبي صلى الله عليه وسلم حياته بعدما مر بأنواع من الأذى الذي تسببت به قريش واليهود والمنافقون ومن كان على شاكلتهم. ويسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معه أصحاب أطهار يودون لو رفعوه من على الأرض بأكفهم، يتمنى كل واحد منهم أن لا يفوت فرصة أن يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في موقف من هذه المواقف. يقف النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس فيخطب أعظم خطبة خطبها في حياته. خطبه صلى الله عليه وسلم في حياته كثيرة، منها خطب جمعة، ومنها خطب عند استقبال الوفود، ومنها خطب تكون عند الحرب والنزال، أنواع من الخطب، لكن أعظم خطبة خطبها عليه الصلاة والسلام وأعظم موقف قامه وأكبر حشد حضر بين يديه هو في هذه الخطبة التي سنقرأ اليوم طرفا منها وننظر ماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم من المعاني ليتحدث به للناس. قال عليه الصلاة والسلام في خطبته في ذلك اليوم العظيم، قال: أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا في هذا الموقف أبدا. استمعوا إلي بقلوبكم لا بآذانكم، أنصتوا إلى ما أقول، هذه أعظم خطبة تسمعونها من نبيكم. أيها الناس اسمعوا قولي لعلي لا ألقاكم بعد لقاء هذا في هذا الموقف أبدا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يكلم عليه الصلاة والسلام الصحابة وهم أطهر الناس بعد الأنبياء، يكلم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وهل يعقل أن يعتدي منهم أحد على أخيه في ماله أو عرضه؟ لكنها رسالة إلى الدنيا كلها أنه لا يجوز أن تعتدي على عرض أحد، أمسك لسانك، ولا يجوز أن تعتدي على ماله، ولا يجوز أن تتجرأ على دمه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. ثم قال: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يجمع قلوب الناس، لأنه يعلم أن تفرق القلوب يؤدي إلى تمزق الأمة، قال: أيها الناس إن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك، فقد رضي بما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اتقوا الله في النساء فإنكم إنما أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني العقد الشرعي، إن لكم عليهن حقا ولهن عليكم حقا. بلغ من أهمية هذا الموضوع أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وهو وقت محدود
لا بد أن يختار أهم وأعظم وأكبر المسائل ليطرحها في هذه الجموع، ومع ذلك يتكلم عليه الصلاة والسلام عن تعامل الرجل مع امرأته، لأنه يعلم أنه إن تعامل معها التعامل الحسن استقر بيته وصار بيتا صالحا مطمئنا، وإن عاملها بسوء اضطربت أموره. اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، إن لكم عليهن حقا ولهم عليكم حقا. فما هو الحق؟ قال لكم عليهن، حقك عليها ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فاعقلوا عني أيها الناس قولي فإني قد بلغت.